كمانه في انه يخلق فرصه من عدم من خلال إحراز هدف. لجاردو اللي كان متمركز بشكل جيد ولعيبه ضعيفه. وبرضه ما ننسى الثبات بالنسبه لخالد شقلي اللي يعني ما يعني كان ثابت وكان مركز وقدر يتعامل مع التسديده بتاعت الامين جاردو بشكل. بعد ذلك تابعنا اكثر من تسديده للهلال في الشوط ده عن طريق وليد الشعله، عن طريق الامين جاردو، وحتى عن طريق ابراهيم ايمورو، لكن وحتى موفق صديق. لكن بيبقى بعد ذاك انه يعني الشرطه اول ما يبقى الكوره يا شراز بيتراجعوا لمناطقهم الدفاعيه. مجرد ما الكوره تجي لليمين جاردو بتلقى الضغط عليه، لما يجي موفق بتلقى برضه لاعب دخل يعني بقى قريب منه بدا يضغط عليه، بالتالي بتم في رغابه حتى للجهات المعاكسه يعني من عبد القادر جده على الجهه اليمين بالنسبه لفريق الشرطه. فانا اعتقد زي ما قلت لك الشرطه لعبت بتنظيم دفاعي عالي جيد، واعتمدت على الكرات المرتده السريعه بعمل الكرات خلف دفاعات الهلال اللي هي نحن بنسميها التمريرات البينيه ما بين السبيس ما بين سلمون بانجا وإيرينج، وبيستغلوا برضه تمرير الكرات لزاهر توتو عن طريق عبد القادر جدو اللي برضه كان بيتحرك بشكل مميز على الجهه اليمين بالنسبه لفريق الشرطه، وشكل برضه خطوره كبيره جدا يمكن من الكرات الطويله اللي كان بيعملها عبد القادر جدو بتميز. وكلنا تابعنا يعني زاهر توتو اللي انا عجبني فيه شرف الدين احمد موسى اداه حريه الحركه. نعم. تارة كنا يعني في بدايه المباراه شاهدنا زاهر توتو على الجهه اليمين نعم. مع عبد القادر جدو،